وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. الشهادة للمسيح إزاء الأعداء محدود، ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر عقاب الله، بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، لهكم من هذا خافوا. اهتمام الله بنا. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحدا منها ليس منسيا أمام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. التجديف على الروح القدس. وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. مثل الغني الغبي. وقال له واحد من الجمع يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع، فأنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أسماري. وقال أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله.